هلو جايز، مساء الخير وحياكم الله بالحلقة الخامسة من تحدياتنا طاطا بطاطا السيزن الثالث. اختلفنا عن الموسم الأول والموسم الثاني، لكن هالموسم هذا قلنا شوي نغير لكم. راح أكون أنا موجود معاكم محسن فواوي. واسفنجة الاسفنجة عادي طايحة ما أدري وينها. يا انت يلي الحين تتكلم عن الاسفنج ولا غيره يطق على المايك. المشكله الحين وش اسمه، ماكو مشكله، عودناك. وصلنا الحلقه الخامسه، قاعد نمشي على الرتم اللي احنا شوي نبي. انا دائما احب الرتم، بس طبعا اكيد لازم يكون في صدمات. مثل شنو؟ يعني مثلا نفس انا ما اخترت الحلقه اللي طافت شيء غير اللبس عندك كله. حقت سؤال احنا قاعد نتحدث عن 5 أيام قدام أو 3 أيام. شوف طالع فوق النظرة المستقبلية. تتوقع منو راح يكون فايز بالحلقة اللي طافت، أنا ولا أنت؟ والله ما أدري محسن، تصدق هذا الحلو إن إحنا تصويتنا عند الجمهور. يعني شوف أنا مقتنع، يعني لو على تصويت الحكام راح يخافون منك. أنا مقتنع بشيء، إن التصويت راح يندرج حق أول قسم اللي يحبون محمد، ثاني قسم اللي يحبون محسن، ثالث قسم الجديين اللي صج، ورابع قسم المليقين. أول شيء هذه قناتك. لا شوف المليقين شنو راح يسوون المليقين؟ أي فئة المليقين؟ المليقين اللي راح يروحون مثلا لبس الحلو لا يعاندون، يروحون حق المو حلو. اللي نفس مثل. يعني إذا أنا فزت معناته إن أنا لبسي مو حلو، صح؟ لا طبعا أوكي لا بس أنت قلت ماكو طق، فدام ماكو طق أنا ما راح أطق. لا بس قتلتني كلمتك، يعني لبسك مو حلو راح صوتوا لك عشان راح تفوز. ما فيش مشي. أي لا صوتوا لي، خلوه يفوز. لا خلينا نشوف أساسا منو. أنا قاعد طالع فوق آسف. خلينا نشوف أساسا منو إن شاء الله آخر شيء، وأحس إن كذي الناس هم مرتاحين بالتصويت أكثر. عموما الحلقة الأخيرة إن شاء الله اللي هي رقم 15 لازم يكون فيها عقاب، فالعقاب منكم انتوا نبي نقراه تحت في الكومنتس. يس صح، نصور لكم اياه، يعني ما راح نصوره وخلاص وننطر ينعرض. ايش رايك يسوون شيء؟ يعني اذا صوتوا حق رقم 1 أو 2، ليش 1 ايش مو 2؟ لا لازم نفهم، خلينا نشوف مو عناد. كتبوا بالكومنتس لا بالسبب 1 أو 2 بالضبط. اي عموما التصويت راح يكون موجود بعد ما نخلص من الحلقه. اطلع من انا ومحسن نطلع من لايف شات، تكون موجوده هناك. الشروط حق اللي اول مره يشوفون حلقه يوم هم لايف معنا، خلونا نشوف فيديو الشروط. فكرة وشروط هالموسم: محمد ومحسن راح يكون لهم مهمة واحدة، ألا وهي أن يلبسون ممدوح لبس كامل من غرفة محمد خلال 3 دقائق بس، وبعدها نوصل لمرحلة التوتر. كل شخص له كروت يقدر يستخدمها ومميزات. أول كرت اللي هو كرت البواق، تقدر تستخدمه 3 مرات فقط، تسرق وتبوق قطعة من خصمك. الكرت الثاني اللي هو كرت الجوكر، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، انك تعدل على اللبس كامل. الكرت الثالث اللي هو كرت الاستبدال، تقدر تستخدمه مرة واحدة فقط، انك تبدل لبسك مع لبس خصمك بالكامل. والكرت الأخير اللي هو كرت البلوك، يقدر يستخدمه الشخص علشان يمنع خصمه من أي أكشن يبي يعطيه لمرة واحدة فقط. وبعدها نوصل لمرحلة الحكم. الحكم راح يقيم اللبس برأيه الخاص فقط يساعدكم. وبعدها بعد ما تنتهي الحلقة راح ينزل تصويت في منتدى قناة محمد دييغو. بعد الحلقة على طول لكم التصويت، وراح يمسح التصويت قبل عرض الحلقة اللي بعدها بنص ساعة. خلونا نبلش. اوكي جايز يا جماعة بقول لكم شغلة، هذه مو مرحلة التوتر، يعني لا هذه مو مرحلة العجلة. بالنسبة لي هذه مرحلة التوتر أكثر من المرحلة الأخيرة، فهذا أتوتر فيها. إنه خلق لكم شغلة، إحنا مجرد ما نطق الاختيار نروح نشوف الستايل هني، يعني على طول نروح نطير ما نفكر. اي ما نفكر على طول. هذا ما يشتغل، يعني بس مجرد ترى يوقف تسجيل الميكروفون ونحط الكاميرا بالاوزمو ونروح بالضبط. يعني ما يمدينا حتى افكر. نشوف اليوم مخي ترى مو آلي اعطوني 5 دقائق 3 دقائق. انا لا حجر وقص. اوكي حجر ورقه مقص انت وتفتح. اوكي 1 2 افتح. بعد ايش دبك؟ شنو
الشيء اللي اعتقد انت ما راح تفهم فيه. خلينا نشوف. صيفي ملفت. شنو يعني صيفي ملفت؟ شيكو شنو صيفي ملفت؟ يا سلام عليكم، سلام عليكم، سلام. انت شفت؟ لا سؤال. صيفي ملفت يعني لبس بحر؟ كيفك؟ لا شنو كيفك؟ ما يصير انا البسه مايو واخر شيء الوان صيفيه. الوان صيفيه اي معروف. الوان صيفيه بعيد عن العنابي، بعيد عن الزيتي، الوان صارخه. تصرخ. البلوزه شو تقول؟ البلوزه تقول فهل انت جاهز؟ تخيل انك قاعد تمشي بلوزك تصبخ. تخيل في بعض الناس راح تصرخ بلوزك تتوقع من اللون من اباطهم. من راح يبلش؟ ها انت راح تبلش اول. لا طبعا حجر مقص. اوكي يلا انت راح ابلش اول. حجر مقص، حجر مقص، حجر مقص. انا راح ابلش اول. انت راح تبلش اول. مستانس ليش؟ انت ما تحب تبلش اول. يلا الحين وصلنا لمرحلة التوتر. شكو. الحين راح يشوفون اللبس. اي صح. لا عادي هذا كمل توتر. بس ليش احسك بهالحلقة هذه بط بدعت؟ لان انت قلت لي لبس صيفي فانا راح عن بالي لبس اسباني. سؤال، لبس اسباني شلون ملبس دلاغ مع صندل؟ اول شيء ما لقيت نعال. انزين. ثاني شيء لقيت النعل مو ما في البيسك. ثاني شيء الجلافز. انا نظامي قامض. اقول اعطيك بوكس الحين جلافز بعز الصيف. شكو بعز الصيف احنا قاعدين باسبانيا ايش فيك؟ اوكي. لبس اسباني يعني قلنا صيفي ملفت. بالنسبه لي هذا انا اشوفه وايد انا ملفت. اللي شفته الفات موضوع الشبك، شات شي سويته ملفت بهالشكل وخليته صيفي. هو لبسك انت حلو بس انا لبسي اللي تعرف النظام انت عيال المدارس الاغنيه. انا النظام ببتنا الدنيا اللي نغني كلها راب ونحط تاتو على اسمنا. خلى الناس يشوفون. روح شوفون. لا فكروا قبل تصوتون حق احد ثاني. لا دقيقه قبل تصوتون حق احد ثاني ركزوا بالقصه. شوفوا اللبس ليش واحد بس كذي. احنا قلنا صيفي ملفت ما قلنا قصه. ما شغل. شوفوا اللبس، شوفوا الملابس. الحين اللي سوى قميصك ما سوى ابداع وفكره. يعني هذا ليش سوى ورد؟ اوكي جايز، شفتوا اللبس اللي انا طقمته، شفتوا اللبس اللي محسن طقمه. طبعا انا ومحسن الكروت عندنا متساويه. فهل في احد بهالحلقه هذه بيستخدم كرت؟ انا لا. كرت البواق تشيل قطعه. كرت ان انت تاخذ لبسي وتعطيني لبسك. كرت الجوكر ان انت تضيف على لبسك قطعه. و بلوك. بلوك. عندك شيء؟ لا طبعا. انت عندك شيء؟ انا صراحه ايه راح استخدم كرت. شنو؟
توقع شنو؟ بتشيل دلاغك وش راكب لك؟ لا طبعا. شيل لك جلافز؟ ها لا بلوزر؟ لا شورت؟ ما راح استخدم ولا كارت. بس شي قصيت عليك شو احطك بمرحله توتر. هو السؤال سؤال ها لبسي شنو في حدا تشيل منه؟ بروح افصخ انا. بروح البسك ضيم. بروح افصخ. شو حكم الحلقه شو يقول؟ الحين يطلع لك الحكم قاعد والله انا اعتقد. يا مساء اهلا وسهلا فيكم. مساكم بلشنا. معكم علي العم وابراهيم الحماده. احنا اليوم حكام في برنامج حكام بدل مستهلين اليوم لانه هذا ملعبنا يعني. نعم حكام في برنامج طاطا بطاطا. قولها طاطا بطاطا مو طاطا بطاطا. طاطا بطاطا. المهم يعني حتى الاسم صعب. على العموم احنا اليوم عندنا لوكين صيفي ملفت. صيفي ملفت بين محمد ومحسن. انا عندي تعليقات جدا كثيره على اللوكين. اللوك الاول اللوك اللي فيه القبعه وفي حفره صفراء وشورت جينز وصندر اصفر. ايش رايك؟ او في يعني في جد جلافز اسود. هذا جلافز هذا اكس لي عليه خالص لانه مو شغل صيف ابدا. إيه؟ يعني اللوك جدا الصندر الاصفر وايد حلو بسيط جدا يعني ما بشي ملفت صراحه. القبعه صراحه انا ما لابس قبعات. زين غيره شو الثاني؟ الثاني عندنا اللي هو اصفر هاي جاكيت صيفي تحته تور الجاكيت شفاف. نظاره كذي على فوق شفاف صح الجاكيت كمان. شفاف. حلو الجاكيت هذا الشغل. هذه هاي شغل محمد ما نعرف بس الحين اتوقع شغل محمد. انا صراحه اختار اللي بالكبوس الاسود. تعليقي على اللوك الثاني انه من فوق الاصفر والشفاف تحس جدا صرعه وموضه. يجي الشورت كسر كل القواعد. بس ترى الشورت حلو يعني تحس شورت ممكن تلبس فوقه أبيض. بلوزة بولو شيء لانه بيضة. جدا يعني تحسه اني فوق صاير صرعه والتحت تحسه شغل البولو وطلعات راكزه. بس الصندل حلو الابيض. الصندل الاصفر كان احلى. المهم اني اختار اذا بدي البس شيء ايه صيف وملفت. اصلا هو ما في شيء ملفت جدا لما في رسومات صيف ورود ملفت. الثاني اتوقع ابو القبعه وكل التوفيق الرأي بالبرنامج يعود اليكم الجمهور. الجمهور احنا بس ساعدناكم كذي والباقي يعني هذا اللوك ممكن اطلع به الثاني لا. فيعني نحن نجمع بان هذا اللوك هو الذي فاز في المسابقه والحلقه وشكرا. اوكي جايز سو مثل ما شفتوا راي الحكم. طبعا الحكم ما يدري اي لبس انا ملبس ومحسن اي لبس ملبس. يعني لا تسوي يعني نظام ديس بس. انت ايش قاعد تسوي؟ انت قاعد توصل رساله حق الناس ان انا مسكين. لا والله بس لا تقول صوتوا لي بنفس لا والله الوقت. العظيم. بس لحظه سؤال انا قاعد طاح فوق بس ليش احنا راسنا فوق؟ مين خاف ليش مو مسوي الاعداد؟ اقول لك قاعد تصارخ الحين بوكسر. يا جماعه صدق خبر حلو ان انا اخيرا قررت اني ارد اطول شعري. انا اخيرا انك راح ترجع حق النادي والدايت. رجعت النادي انا. ايش كذا صار؟ رجعت خلصت صار لي اليوم ملتزم يوم بس عطني بالكثير خي خلص رمضان وتعال شوف الجسم. يا جماعه ان شاء الله التصويت راح يكون نازل من بعد ما تخلص الحلقه على طول. سوي ريفرش على المنتدى بالكوميونتي موجود. صوتوا على حسب اللي تشوفونه مناسب وكان حلو حق اللبس اللي هو الصيفي الملفت. كان معكم محمد دييكو محسن الاسباني. محسن فواوي على اللبس انا. باي باي باي. شوي اوقف دقيقه بقول دش اوقف دقيقه. وبكذا يا جماعه خلصنا الحلقه. نشوفكم حلقه ثانيه. باي. بس كت بس كبت بعينك كت. سي يا جماعه. استغفر الله العظيم.